بسم الله الرحمن الرحيم. أستفتح كنوز الفتح باسم الفتح العليم، وأستفتي سوابغ الآلاء باسم الجواد الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تبارك وتعالى عن إمامنا ومرشدنا الإمام المجدد سيد محمد ماضي أبو العزائم رضوان الله عليه، وأطال الله لنا في عمر الخليفة القائم سماحة مولانا السيد علاء الدين ماضي أبو العزائم رضوان الله عليه. بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى مولد سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله في هذا الجمع المبارك أن يغفر الله تعالى لنا ذنوبنا ويعطينا سؤلنا بجاه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استمعنا الآن في الآيات المباركات إلى قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. دي مجمل الأوصاف التي يتصف بها من هم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما قال ربنا والذين معه ما قالش والذين معه في مكة أو المدينة، فما حددش مكان، وما قالش والذين معه في صدر الإسلام فما حددش زمان، وما قالش والذين معه في الحقبة التاريخية الفلانية ما حددش مرحلة، إنما قال والذين معه لأن الذين معه في كل زمان بعد سيدنا رسول الله موجودين. الفارق مش زمني، ما فيش فرق زمني. طول ما انت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخلاقه ومنهجه، انت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي مش مع سيدنا رسول الله هو اللي ضد الآية دي. يعني لو جينا عملنا حاجة اسمها قاعدة علمية، يعني مفهوم المخالفة، يعني الشيء ضد النص، يعني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لو جبت عكس النص يبقى الذين مش ليسوا مع سيدنا رسول الله هيبقوا أشداء بينهم رحماء على الكفار. والحقيقة إن احنا بنعاني في زماننا من النقطة دي، إن المسلمين ما أصبحوش رحماء بينهم. يعني مثلا لما احنا قلنا اللي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني حقبة تاريخية معينة، الحقبة التاريخية اللي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربنا قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. يعني في غيرهم على نفس النهج، على نفس الأوصاف، على نفس المعاملات، يلحقوا بهم فيما بعد. إذن الفارق الزمني مش هو الحكم. أنت فين مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحقيقة إن في مسافة بعيدة جدا بيننا وبين اللي كان عليه صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جينا قارنا نفسنا النهارده في معاملاتنا، يعني ايه يدل ان انت مع سيدنا رسول الله؟ ايه يدل النهارده مثلا انت لو سافرت بره ولقيت ناس تبع بوذا مثلا في الصين، هتعرف ازاي ان هم تبعوا في منهج معين هم ماشيين عليه، تبع معرفش مين في منهج معين هم ماشيين عليه. احنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله. ايه الدليل في حياتك، في معاملاتك، في اخلاقياتك،
في سلوكياتك، انت عملت ايه يقربك من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة انا مش عايز الصورة تبقى قاتمة، لكن للأسف الشديد احنا في زماننا محتاجين ان احنا نشوف منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللي وضعه ايه عشان احنا نمشي عليه. طيب، في مكة في 13 سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قعدهم في مكة يعلم الناس قبل الإيمان، قبل الصلاة، قبل الصوم، يعلمهم الأخلاق والمعاملات مع الناس. ولما الصحابة اكتسبوا الأخلاق دي كانوا مضرب المثل في المجتمعات اللي حواليهم، والكل بقى عايز يقتدي بيهم زي ما كانوا بيقتدوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال، لو انت النهارده في نفس العصر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت هتبقى ازاي؟ لو في نفس المرحله التاريخيه كنت هتقدر تضحي زي ما الصحابه ضحوا؟ كنت هتقدر تقدم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله زي ما الصحابه قدموا؟ اذا كان انت النهارده لو قاعد في قاعده وقالوا لك والنبي يا عم الحاج تشهد شهاده حق في الموضوع الفلاني، قبل ما بتفكر تشهد الشهاده بتفكر الاول ايه؟ هتزعل مين وما تزعلش مين؟ مش كده بيحصل؟ ولو هتزعل حد عزيز عليك او تزعل حد ليك مصلحه معاه ممكن ما تقولهاش، مش كده؟ طب احنا هل ده على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ طيب هل اللي بياكل مال اخيه لما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل لامرئ مسلم مال اخيه الا بطيب نفس منه، هل انت لما خدت مال من اخوك ايا كانت المبررات انت سألت نفسك هل المال ده عن طيب نفس منه ولا لا؟ هي المسألة مش مسألة شعارات، احنا بنقول شعارات كتير قوي، لكن اللي عايزين نوصله على الأقل ان انت لازم تكون شخصية نموذجية في حياتك على قدر الاستطاعة. انت مش هتبقى زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما لازم تبقى على نسبة، تبقى نموذج في الحياة، نموذج معاملات محترم. يتقال الراجل ده هو راجل فاضل، يتقال الراجل ده هو راجل مفيش جنيه يضيع عنده، الراجل ده ما يكونش مال حد. اطمن لما يجي حد يسأل عليك من بره البلد ايه رايك في الحاج فلان ولا فلان ولا علان، والله الراجل ده راجل محترم ما فيش حد يقدر يقول فيه حقه كلمة واحدة. يبقى انت كده على نهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقدم اللي عمله سيدنا رسول الله في زمانه ما كانش أساسه حروب عشان تبقوا عارفين، كان أساسه إنه زرع المحبة ما بين الأفراد، صنع العدل والمساواة ما بين أفراد المجتمع سواء مسلمين أو غير مسلمين. لما هاجر من مكة للمدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، والقصص دي احنا بنقراها النهارده في كتب التاريخ تقريبا زي ما بنقرا قصص ألف ليلة وليلة كده. ده فلان عرض على أخوه في الله يقسم نص ماله، ده فلان من الصحابة عرض على فلان إنه يتنازل عن زوجة من زوجاته كان متجوز على دين، قال له خد الأرض الفلانية واشتغل فيها. الصحابي قالوا لا أنا ما أخدش مال حد وما أخدش، أنا بس دلني على السوق وأنا هروح أشتغل وأكتسب من مالي. القصص دي تقريبا احنا بنحكيها على انها اساطير، يعني حاجات كده خياليه. هي مش خياليه ولا حاجه، هي حصلت وانت تقدر تعملها في زمانك، بس لو انت وصلت الى درجه الايمان اللي هم وصلوا له. يعني في يوم من الايام واحد بيسالني والله، بيقول لي هو احنا ربنا
سيدنا اللي اتقتل في فلسطين واتقتل في العراق واتقتل معرفش فين، هو ليه ربنا ما بينصرناش زي ما نصر اهل بدر؟ هو مش نزل عليهم جنود من عنده 5000 من الملائكه المسومين يعني المسلحين؟ اشمعنى احنا يعني ما نزلناش ملائكه يدافعوا عننا؟ هو احنا مش مسلمين؟ فقلت له هو احنا النهارده زي اهل بدر؟ عملت مقارنه، اعملها مقارنه كامله بقى. انت عايز ربنا ينزل جنود يدافعوا عنك زي ما عمل مع اهل بدر؟ طب هو انت اهل بدر؟ انت في اخلاقيات وسلوكيات وتضحيات، الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان به الخصاصه. يعني يبقى الحاجه هو في امس الحاجه ليها يقول لا اخويا اولى. القصه اللي بنقراها اللي احنا النهارده بنعتبرها اسطوره، يعني ان بعد غزوه من الغزوات كان من الصحابه مذبوحين نايمين على الارض كده، اللي بينزل دم من كل ناحيه، وهناك منطقه صحراويه شديده الاعراب، فلما بينزل دم بيشتد عطش اكتر. فالراجل جاب له الميه ويقول له لا روح لاخويا اللي هناك جرحه اكتر مني وهتلاقيه اشد عطشا مني، اديله ميه الاول. يروح للتاني ويقول لا روح للتالت، روح للرابع، لحد ما يعدي الاخيرهم كله مش عايز يقول اخويا اولى، لحد ما يجي الاولاني كان مات من العطش. الكلام ده احنا بنحكيه. ممكن نطلع على المنبر نقوله والناس تتبسط جدا، والله فضيلة الشيخ قال خطبه النهارده ما حصلتش. لكن هل انت تقدر تعمله؟ اذا كان انت راجل بيبقى ليك فلوس عند اخوك وكلام فاضي يعني بالنسبه لك، روح تشتكيه في الاسم وتحبسه وتخرب بيته عشان 1000 جنيه ولا 2000 جنيه وانت معاك، ما انتش مضطر ليهم يعني العفو عندك اقرب. مش مشكله يا عم، مش مشكله. يعني احنا مشكلتنا في المرحله الزمنيه ما بيننا وبين سيدنا رسول الله النهارده اكثر من 1444 سنه حسب التاريخ الهجري. هي مساله مش زمنيه، هي مساله اخلاقيه. انت فين؟ لو احنا اتحولنا لنفس اللي كانوا عليه مع سيدنا رسول الله، الزمن هيتحول ويرجع لنا، وربنا هينصرنا والملائكه هينزلوا ينصرونا. لكن مثلا حديث سيدنا رسول الله مثلا، ده بديك مثال من وقارن بقى قيس في حياتنا. يعني لا تنزل الرحمه على قوم بينهم قاطع رحم، مش على قاطع رحم، ده على القوم اللي هو قاعد في وسطهم، القوم اللي هم يعني عارفين، يعني اللي هو عارفين ان هو قاطع رحمه ومحدش فيهم نصحه، محدش فيهم قال له احترم نفسك وروح صالح ابوك، او احترم نفسك يا ابني وروح زور امك اللي انت مقاطعها، او ما تقاطعش اختك يا ابني. هو واللي قاعد في وسطهم ما بتنزلش عليهم رحمات. هل احنا بنعمل كده؟ الفارق الزمني ان احنا بنتكلم عن الصحابه ونتكلم عن الاجيال الكبار التابعين وتابعي التابعين اللي لهم مؤلفات كبيره ولهم انتصارات كبيره جدا، ونتكلم عنهم النهارده على انهم اساطير احنا بنحكيها لاولادنا وخلاص اذا حكيناها يعني. انما في الحقيقه ونفس الامر انت ممكن تبقى واحد منهم، وممكن المعلومه اللي لازم تاخدها ممكن تروح يوم القيامه تلاقي اسمك مدرج في الصحابه. فرق من الزمن، فرق من الزمن، والا يبقى ظلم. معنى ذنب ايه انا اتولدت السنه دي وهم اتولدوا في يومها يعني؟ لا، انت ممكن تبقى صحابه لو انت على نفس الدرجه من الاخلاص، على نفس الدرجه من الايمان، على نفس الدرجه من الصدق، على نفس الدرجه من الايثار، انت ممكن تبقى واحد. طيب كان في مع سيدنا رسول الله صحابه كان لهم مصالح. يعني الصحابه دول ما ينزلوش من السماء يعني لابسين جناحه وبتاع زي ما احنا بيخيل الينا في التاريخ، لا، ناس عاديين
متجوز بدل الواحده 2 و3 و4 حسب العادات والتقاليد في العرب يعني، وعنده بدل العيل 20 30 عيل، وعنده مصالح وشغل، له ارضه، له بيته، له الزراعه بتاعته، ولا اذا كان بيزرع ولا كان له ابل ولا كان اي مال يعني. كان عشان يبقى مع سيدنا رسول الله بيخسر وضعه الاجتماعي، خلي بالك، بيخسر وضعه الاجتماعي وبيخسر وضعه المالي وبيخسر العلاقات العامه في حياته. قرايبه نسايبه، انت هتمشي مع محمد؟ لا، ماليش دعوه، ما تمشيش معانا. كانوا بيضحوا بيروحوا مع سيدنا رسول الله، يقاتلوا مع سيدنا رسول الله، ولو هو التقى في الحرب بواحد من اهله بيحارب سيدنا رسول الله، هو يكون اول واحد يقتله. مش ده بيحصل في التاريخ، لان دي مش اساطير، دول ناس اتخلص من الهوى اللي عنده، اتخلص من كل حاجه. هو سيدنا رسول الله، هو الاسلام، هو الدين، هو الرايه دي لازم تترفع. لازم في كافرين وفي مؤمنين، في فاسدين وفي صالحين، لازم الكفه تتعادل. طيب ده يعني لقطه كده لينا احنا كافراد، كمجتمع بقى، كمجتمع الناس اللي بيهاجموا سيدنا رسول الله النهارده صلى الله عليه وسلم. النهارده احنا بقالنا فتره زمنيه من ايام سقوط الخلافه العثمانيه، من اكتر دلوقتي من 100 سنه وحاجه كده، كام يوم على فكره قريب، ها؟ 100 بقى تقريبا. في حدود 100 سنه. ف ال 100 سنه دول غاب المسلمين فيهم عن التاريخ، عن وقائع الزمن، واصبح يدير العالم غير الايه؟ مسلمين. سواء كان الاتحاد السوفيتي فتره، امريكا او بريطانيا الاول فتره، امريكا فتره. ايه اللي حصل؟ ركبنا طيارات، جبنا طيارات، طلعوا الفضاء، تقدمنا تكنولوجيا، لكن انتهى الظلم من العالم، انتهى قتل الابرياء من العالم، ما انتهاش. مع هذا التقدم التكنولوجي في كل المجالات مفيش عدل، شعارات، مفيش مساواة. اللي عملها سيدنا رسول الله مش موجود، ولا يقدروا يعملوه، ولا يقدروا يقدموا للعالم نموذج زي سيدنا رسول الله ولا ربع. اللي كانوا بيقولوا سيدنا رسول الله كان هو بيعمله. لما قعد مع الصحابه في غزوه من الغزوات وقال احنا عايزين نصلح شاه، نطبخ شاه عشان الناس تاكل شغاله دي. ما واحد قال يا رسول الله علي ذبحها، الثاني قال علي سلخها، الثالث قال علي طبخها، مش كده؟ رد سيدنا رسول الله قال ايه؟ وعلي جمع الحطب. يعني نقى اصعب مهمه في العمل. ما يقولوش لا انا هقعد على الكرسي وانتوا اشتغل. في قائد بيعمل كده؟ نموذج مش موجود في التاريخ على فكره. سيبكم من الكلام اللي بيتقال في الاعلام ده كله كذب وكلام فاضي. ما فيش سيدنا رسول الله تاني ولا حد يعرف يعمله تاني، وربنا اداهم حقبه تاريخيه. انتوا مش بتقولوا انتوا عندكم العدل والمساواه وعندكم كل حاجه؟ طب خد ادي الزمن معاكم 100 سنه، ورونا هتعملوا ايه؟ عملوا كل حاجه تخدم الجسد، عملوا كل حاجه تخدم الغرائز اللي جواك، انما ما عملوش حاجه ترتقي بروحك، ما عملوش حاجه تنمي فيك الاخلاق، ما عملوش حاجه تخليك تحب اهلك. بالعكس، النهارده الاعلام والتكنولوجيا المعاصره مزعت الاسر من بعضيها، واصبحنا بعد دخول الانترنت الابن بيشوف ابنه صدفه، يعني الاب بيشوف ابنه صدفه يعني، والابن نفس الموضوع، يقعدوا مع بعض كل واحد ماسك الموبايل ويتكلم في حته. اتمزعت الاسر. تعالوا بقى يوزنوا التاريخ، هات ميزان كده ووزن التاريخ، يوزنوا بقى ميزان عدل يعني،
هتلاقي ان الحقب التاريخيه اللي فيها سيدنا رسول الله واللي كانوا على نهج سيدنا رسول الله في صدق واخلاص لا مثيل لها. وزي ما قال مؤسس مرارا وتكرارا، صنعت حضاره هي الوحيده في العالم اللي اسمها الحضاره الاسلاميه، مش حضاره ثانيه. هم النهارده عملوا التكنولوجيا وعملوا الا ان هم نفسهم بيعترفوا ان هم مترديين روحيا. مش عايز اطول على حضراتكم، انما الرساله الاخيره كل واحد فينا صدقوني وانا اقول لكم، اقف في المرايه واسال نفسك انا واقف فين من سيدنا رسول الله. ولو كنت انا معاه في زمان وعندي نفس المصالح وعندي نفس المشاكل النهارده، كنت هبقى معاه ولا هبقى ضده؟ سيبوا من الكلام حلو، بنتكلم والقرار شغاله وقاعدين في مكان حلو بنتكلم، يعني مشكله يعني كلام بفلوس. لكن اما اسره عمار بن ياسر ابوه وامه وقفوا يتعذبوا عذاب لا مثيل له، الخروج منه بكلمه واحده ان هم يكفروا بالاسلام ويكفروا بسيدنا رسول الله، هيفكهم والسلام عليكم وعليكم السلام. والغريب والعجيب ان معاهم الرخصه لذلك ما يستخدموهاش الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وكان سيدنا رسول الله يقول ايه؟ يعدي عليكم ابشروا ال ياسر فان موعدكم الجنه. اسطوره برضه بالنسبه لنا احنا الحدث ده اسطوره، ولا احنا نقدر نعمل ربع. احنا بنتكلم حلو قوي، احنا في الكلام كويسين، نخطب خطبه حلوه والناس تتبسط مننا، والله يا مولانا انت ما حصلتش والسلام عليكم وعليكم السلام. هو قبل الجمعه زي بعد الجمعه، الشهر اللي فات زي الشهر ده، ما تعملش حاجه في حياتك. اقف قدام المرايه وحاسب نفسك، ولو عليك مظالم رجعها قبل يوم الحساب، ولو عندك سوء اخلاق في منطقه فلانيه ركز عليه وخد قرار ان انت تعدي المنطقه دي عشان دي مش حلوه في حقك، وهكذا. نسال الله القبول والاقبال، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.